اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات فرق نقطة. هنتكلم عن الجولة الثامنة للبريمير ليج، تعثر ارسنال وهزيمته وطرد سليبة اللي هيأثر عليه في ماتش القمة مع ليفربول الجولة التاسعة. سيتي بيهرب من تعثر في اخر الدقايق كالعادة، ستونز بيلحق الفريق. ليفربول مازال في الصدارة، يا ترى الصدارة دي هتستمر ولا بعد كده خلاص ليفربول هينزل تحت؟ هنشوف. فهنتكلم عن كل اللي حصل في الجولة الثامنة. يلا بينا نبدأ. البداية معانا أول ماتش كان ديربي لندن، ماتش كويس، توتنهام وست هام. توتنهام كالعادة بتبدأ الماتش ضغطة وست هام جامد. 12 ركنية في الشوط الأول، كمية الضغط كانت رهيبة، بس مع ذلك ما بيقدروش ينجحوا في ولا واحدة. ماديسون أغلب الركنيات بيرفعها بطريقة مش كويسة، مش اللي احنا متعودين عليها، ان هو بيركزوا ان هي على دماغ روميرو. لا، المرة دي الموضوع اتغير شوية، بقى يرفع على البعيدة، فده خلى الموضوع فده خلاهم ما يعرفوش يستغلوا الركنيات اللي جات لهم. بس مع ذلك بنشوف خطورة من سون اللي رجع في مركزه الأساسي بعد الإصابة، وجونسون اللي ظاهر بشكل كويس الفترة الأخيرة. كذا كورة سون بيشوط كرة تضيع، جونسون نفس الكلام. يعني في كذا كورة برضو أريولا بيشيلهم، بس مع ذلك ما كانش فيه خطورة قوي اللي هي تقول لك خلاص توتنهام قريبة من انها تسجل، الا لما كولوسوفسكي يظهر في اخر الشوط بعد ما اخد الكورة وقرر انه يروح ويسجل جون جميل. بصراحة انا بشوفه جون حلو، بس ده برضو يخليك تبص على وست هام الناحية التانية. وست هام بتضغط جامد جدا بطريقة يعني شبه عشوائية، انت طالع بتسع لعيبة بره، ما بتسيبش غير توديبو ورا، وتوديبو هيعمل ايه مع سون وجونسون وسولانكي والناس دي؟ فالموضوع بيبقى صعب جدا عليهم. ويست هام برضو يعني لو بتيجي لسه الموضوع مش ماشي كويس. انت عندك لعيبه كويسه وكل حاجه، بس طريقه اللعب هي اللي مريبه شويه. مع ذلك شفنا كذا كرة خطيرة لويست هام، هم نفس الكرة، بوين بعرضية واحدة قدوس جابها، واحدة مع واحدة فيكاريو بيشيلها بطريقة كويسة الصراحة. يعني ويست هام كانت ممكن ان هي تجيب كذا جون، بس مش بالطريقه دي ومش مع الفريق ده. انت ضاغط جامد بتسع او اكتر من تسع لعيبه، مش سايب غير واحد ورا، فبرضه الموضوع كان صعب عليهم. شفنا برضو قدوس اللي عمل خناقه يمكن مع ثلاث لعيبه. ميكي فان ديفين ضرب ميكي فان ديفين، ضرب ريتشارلسون، كان قريب من انه يضرب جونسون، بس الحكم بيجي وبيهدي الوضع في الاخر. كارت احمر مباشر لقدوس، قدوس اللي بيخلي فريقه يعاني، واصلا كمان منتخبه بيعاني، فحالته صعبة خالص قدوس. مش عارف، بيمر بفترة كده عصيبة عليه. هنشوف وست هام الفترة الجاية هتمشي ازاي، وهل توتنهام هتقدر تستمر في الفوز بعد الماتش ده ولا لا. ماتش مانشستر يونايتد وبرينتفورد. مانشستر يونايتد يعني بتفوز اول فوز ليها على ارضها، ولكن برضو لسه عندهم شوية مشاكل. انت هجومك عشوائي قوي. يعني الشوط الاول كله احنا ما شفناش كرة خطيرة غير كرة اريكسن اللي ضاعت في الستة ياردة، انما غير كده الماتش كان عادي جدا يعني من جانب يونايتد او حتى من جانب برينتفورد اللي فشلت ان هي تسجل الكيك اوف جليتش بتاعها في الماتش ده. ده برضو بيبين ان اليونايتد دفاعها بيتحسن شوية، دفاعها بقى فايق شوية، بس مع ذلك برضو بنشوف جرناتشو قدر انه يسجل جون. هويلاند بيعود من الموت وبيعرف يسجل هدف وبيخلي فريقه يفوز في ماتش صعب، وماتش كان فريق زي اليونايتد محتاجه. الناحية التانية برينتفورد مفيش كلام كتير، هو ان بس يعني يمكن ابرز حاجة ان ويسا رجع، ده اكتر حاجة ممكن تتقال في ماتش زي ده. الماتش اللي بعديه فولهام استون فيلا. فولهام بتبدأ الماتش، خيمينيز بيسجل كعادته، بقاله فترة ماشي كويس مع فولهام. استون فيلا بترجع على طول، روجرز من كورة ديفليكشن بيقدر انه يسجل. يعني شاط الكورة كويس، بس هي خبطت في مدافع، اتردت لانه معرفش يعمل رياكشن كويس. بس في الاول في الاخر تاني جون لروجرز في الدوري تقريبا تحسب له. روجرز سجل هدف، بس كان قبليها مضيع كذا كورة سهلين، ومش عارف، هو لعيب كويس بس برضه لسه محتاج انه يزود شوية في حتة الفينش دي. الشوط الاول يعني كان ممتع شوية عن الشوط التاني. بيجي ضربة جزاء،
بيريرا بيخش يشوطها بدل خيمينيز، مارتينيز بالتألق بتاعه يعني راجل بطل كاس عالم بيشيلها بمنتهى السهولة. فانا رأيي فولهام بعد كده يسيبوا خيمينيز هو اللي يشوط بدل اندرياس بريرا، عشان يستفادوا يعني. كانوا ممكن يخلصوا ماتش زي ده، خصوصا ان الشوط التاني ما كانش فيه لعب كتير قوي. هو استون فيلا جاب الجونين بس ما كانش فيه حماس زي الشوط الاول، كان تحس ان كان فيه خطورة قوي. في الاول في الاخر يعني فوز كويس لاستون فيلا، تعثر لفولهام، ولكن الفرقتين ماشيين بخطى ثابته في الدوري وماشيين بطريقه كويسه، خصوصا فولهام اللي ما بقتش خصم سهل زي الاول مع ماركو سيلفا، لا عاملين شغل كويس جدا. نروح للماتش اللي بعديه، ماتش بورنموث وارسنال. النتيجه اللي كانت غريبه شويه لعشاق وجماهير ارسنال، 2-0 على ارض بورنموث. يعني ما كانوش الجماهير منتظره ان الفريق يتعثر في الوقت ده. بس يعني خلينا نتكلم شويه عن ارسنال في الماتش، بعيدا عن ان بورنموث لعبت ماتش كويس وكلويفرت كان عامل ماتش جامد، بس خلينا نتكلم عن ارسنال وارتيتا خصوصا في ماتش زي ده. تمام. ارسنال ساليبا اتطرد في اول الماتش خالص يعتبر، فخلاص ساليبا اتطرد، انت كده كده عندك كاليفيوري، عندك بين وايت بيلعبوا سنتر باكس، ما فيهاش مشكله خالص لو كنت خليت وايت يلعب جنب جابرييل ورجعت بارتي رايت باك زي ما هو بيلعب احيانا رايت باك، وسبت كاليفيوري زي ما هو، احسن ما انك تعمل تبديله بانك تطلع ستيرلينج. وخصوصا ان ستيرلينج اصلا يعني من اكتر الفرق اللي بيسجل فيها هي بورنوس، فانت انك تطلعه في ماتش زي ده وتنزل كيفيور اللي هو مش كويس اصلا مع الفريق، ومش يعني ما يعتمدش عليه في حالات زي كده. فتبديلة انا شايفها غير منطقية وشايفها مستعجلة قوي في ماتش زي ده. انت كنت ممكن عادي تبدأ او تلعب حتى بثلاثة ورا يا سيدي، بلاش بارتي يرجع، وتقضي الماتش كده على الاقل الشوط الاول تشوف الدنيا ماشية ازاي، بعد كده تبدل. عايز تبدل تشوف الشوط التاني ممكن احسن تغييرة ايه هي اللي تحصل. بس مع ذلك ارسنال حاولت شوية. مارتينيلي يعني كارثة بجد، كارثة في مع الفريق، بيضيع فرص كتيرة جدا. انا شايف ان هم لازم يشوفوا وينج شمال في الشتاء. يعني لو فعلا الاخبار ان ممكن مرموش يروح لهم وكده، فده لازم تجيبه من دلوقتي، عشان مارتينيلي ده ولا هيساعدكم في دوري ابطال ولا هيساعدكم في دوري، بجد سيء يعني. شفنا برضو اللي كان مفاجئ بالنسبه لي ان تروسرد في ماتش زي ده ما يبقاش ظاهر قوي، يبقى مستواه قليل. في الاول في الاخر ارسنال ما لعبتش ماتش حلو. ارتيتا كان ممكن يعمل يعني كان ممكن ياخد قرارات احسن من كده، بس برضه ما ينفعش تخرجها بره الحسابات. هما فريق كويس اعتقد، مع رجوع الاصابات زي ساكا وزي اوديجارد وتيمبر هتشوف الفريق بيظهر بشكل احسن. فبلاش نستعجل، بلاش الناس تقفش من دلوقتي، لسه بدري الدوري يعني ما تلعبش فيه غير 8 جولات، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. نروح لماتش مانشستر سيتي وولفرهامبتون. السيتي بيهرب من تعثر، يعني كان خلاص قاب قوسين او ادنى، نقطة واحدة بس يا باشا مش هتاخد الثلاث نقط، الى ان ستونز بيظهر يعني. الجونين جم من جفارديول وستونز، المدافعين بتوع السيتي هم اللي بيجيبوا جوان، وهالاند نايم. هنتكلم عن الموضوع ده، بس خلينا نبدأ بولفرهامبتون اللي لعبوا ماتش كويس بصراحة. معلش انت قدام السيتي مش هتعمل حاجة قوي يعني، انت هتريح كده، تفضل ورا مستني الكورة، تحاول تخطف مرتدة، وده اللي هم عملوه. سيميدو بيقدر يظهر وبيصنع هدف، ضيع فرصة انفراد بإيدرسون، بس في أو في اخر ده سميدو. يعني انك اصلا تستغل الوينج باكس بتوعك في ان هم يطلعوا ويعملوا فرص خطيره، فده كان حل كويس جدا من جاري اونيل. جاري اونيل من من اكتر المدربين اللي بيعرفوا يوقفوا هالاند وما بيخلوش ياخد نفسه ولا يخلوا فيه خطوره من ناحيته اساسا. السيتي كالعاده ضاغط الكره معاه، الاستحواذ يعني وصل ان هو 90% ليه في الشوط الاول. حاجه غريبه جدا. سافيو بيقدر يضغط بشكل كويس، بيقدر يراوغ، لبس 2 انذارين في اول الشوط. لعيب خطير جدا، معرفش ده ليه بيطلع اصلا، او ممكن يتبدل، حتى الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره يعني. جوندوجان وبرناردو لتاني مرة بيبدأوا سوا. انا بشوف ان ده بيبطئ الريتم قوي، خصوصا ان انت ماتش زي ده انت مش محتاج تمسك فيه كورة قد ما انت محتاج تصنع فرص اكتر، فهم ولا بيصنعوا ولا يعني تحس ان هم عالة على الفرقة كده، مفيش ضغط جامد ولا في صناعة فرص. وكمان بيخسروا الكورة كتيرة جدا. غريبة صراحة ان هما الاتنين يفضلوا في الملعب كل الفترة دي وانت عندك واحد زي فودن بره.
بس مع ذلك بنشوف السيتي راحت كذا فرصة، خوسيسا بيشيل، خوسيسا اللي رجع يلعب أساسي بعد ما جونستون ريح شوية. يعني برضو فرص السيتي مش كتيرة، ولكن بيقدروا يعملوا خطورة. في الآخر بنشوف جون من جفارديول، جون عالمي الصراحة، ما يجيش خالص من مدافع، بيحطها حلو جدا بيمينه وهو أشول يعني. هالاند مش موجود، دي بروين مصاب، بس في خطوره دايما في السيتي، خصوصا ان هم اي لعيب ممكن يسجل عادي. واحد زي جفارديول وستونز هم اللي جابوا المكسب، فالسيتي دايما خطير. في حركه ذكيه برناردو سيلفا عملها برضو لازم نقولها، كانت ركنيه اللي ستونز جاب منها الجون وخلص الماتش. برناردو سيلفا لقى نفسه اوفسايد، فعشان يطلع نفسه من اللعب قام موطي عشان ما يبقاش حاجب رؤيه الحارس، فموطي بحيث ان هو الحكم لما يشوفها ما يقولش ان هو لا دخل في الكوره وكده. بتقوم فبرناردو سيلفا وطى بحيث ان الحكم لما يشوف الكوره ما يقولش ان هو شارك فيها او حاجه برؤيه الحارس وكده. لعبها حلو الصراحه، وده اللي كان السبب ان الجون بيجي منه. كريليش حتى ساعتها راح للحكم قال له وطى او هو قصير، فما جاش ناحيه الحارس اصلا. حركة ذكية يعني، لازم ندي التحية لبرناردو سيلفا ان هو استخدم ذكائه شوية، وفي الاخر ستونز بيخلص الماتش. خلصنا بقى من السيتي وطريقة لعبهم وبرناردو وجوندوجان. نخش على هالاند انت كنت بادي بداية كويس جدا، من اخطر الناس في الفينش، يعني احسن لعيب بيفنش في الكورة حاليا هو هالاند، ولكن اديله الكورة قبل الجون هو صفر. انا اسف يعني في اللي اقوله ده، انت مفيش مراوغه، مفيش باصات. طب انت ايه؟ طيب ما هو انت حضرتك مش مجرد آلة بتجيب اجوان وخلاص، انت لعيب كوره في الاول وفي الاخر، فلعيب الكوره يبقى لازم يستخدم الكوره. ده وصلت في لقطه من اللقطات داخل واحد على واحد على جريج دوسون ده عنده 36 سنه، هالاند ما كملش ال 23، ما عرفش يعديه ازاي يعني؟ انت هو هالاند واجمد ومش عارف ايه، ماشي اجمد فينيشر حاليا، ولكن كمهاجم لا، معلش انا اسف. ليفاندوسكي اكبر منه بكتير في الدوري الاسباني، يمكن هو هداف الدوري الاسباني دلوقتي، وهو يعني ده الفرق بقى، ده الفرق بين هالاند وليفاندوسكي وبقيه الناس يعني. مع احترامي، هالاند لو الكوره مش جوه البوكس هو ملوش اي لازمه خالص. اخر حاجه نقولها بس عن السيتي، ان يعني جوارديولا بقاله فتره ماشي بعند شويه، مش عارف عند ولا فزلكه ولا ايه، بس يعني ارجو من جوارديولا ان طالما انت الماتشات خلاص بقت معقربه، وقت الناس كلها بتدافع عليك، تبدا تلعب بناس بتعرف تصنع فرص. واحد زي فودن، العب بفودن، لان مفيش غيره اصلا دلوقتي عندك. كويس، انت سافيو ودوكو دول خلاص اطراف تمام، ولكن في العمق انت محتاج واحد ذكي، واحد بيعرف يرقص، واحد بيعرف يشوط من بره، فده احسن وقت تلعب فيه فودن، خصوصا وانت دي بروين لسه مصاب عندك. نروح لماتش القمه ليستر ايه. لا قمة الصراحة. والله كان ماتش جامد فعلا. نروح لماتش القمة، ليفربول تشيلسي. ليفربول بتنجح ان هي تكسب خصم رخم شوية زي تشيلسي، بتلعب على الانفيلد. تشيلسي مش من المنافسين في الدوري، ولكنه برضه يعتبر ماتش رخم، ماتش قدر ارني سلوت انه يعديه. وانت برضه عندك اصابات كتير، سواء اليسون في حراسة المرمى او جوتا اللي اتصاب في الاول واليوت اللي مات من اول الموسم، فانت عندك مشاكل، بس مع ذلك قادر تقف وصامد الى حتى الان. تشيلسي في الاول كانت خطيره، كانت قادره ان هي تحرز اهداف، ولكن اغلب التسديدات كانت بره اصلا القائم والعارضه وبره الجون خالص، وخصوصا ليفربول الناحيه التانية اللي قدرت من فرص قليله تسجل. وده هنا بيبان مين حاسم اكتر. هنا لعيبه ليفربول كانت حاسمه في ماتش زي ده، وهو ده اللي هيخليك تكسب. تشيلسي كانت صايعه في فكره ان هي تضغط على اللعيبه وتغلطهم كتير، وده يخليهم يخلقوا فرص، بس مفيش اللعيب الحاسم. وكمان بالمر ما كانش فايق قوي الماتش ده، يعني وصلت ان جاكسون هو اللعيب الحاسم اللي تعادل لتشيلسي في الماتش. تشيلسي محتاجه لعيبه حاسمه اكتر من كده، وممكن عادي تخلص ماتشات كبيره بعدين. الناحيه التانية ليفربول لعبت ماتش كويس، كيرتيس جونز بيظهر بشكل كويس جدا، صلاح بيعود وبيقول لا انا لسه الايجيبشن كينج.
بيصنع هدف لكيرتيس جونز اللي بيخلص بيه الماتش وبيسجل ضربة جزاء. ضربات الجزاء كان عليها جدل كبير، هي بتاعت جونز دي ضربة جزاء ولا لا. سانشو ليه ضربة جزاء، بس يعني يا سيدي لو سانشو ليه ضربة جزاء فليفربول ليها طرد بتاع ايديبايو، فعادي. الحكم غلط هنا وغلط هنا، ولا كان كويس هنا ولا كان كويس هنا. ومع تألق كيرتيس جونز ده يخلينا نلفت نظرنا لسوبوسلاي. ايه، مش ناوي؟ سوبوسلاي جاله كوره سوبوسلاي جاله كوره في الماتش، يعتبر انفراد شاطها وحش جدا لدرجه ان من كتر ما هي وحشه سانشيز افتكرها بالونه، اما مسكها عادي يعني، حتى ما نطش ولا. فمش عارف هل سوبوسلاي هيفضل يشارك كده بمستواه ده يعني، ما خلاص ملوش بديل، ولا إليوت لما يرجع ممكن نلاقيه بيلعب على سوبوسلاي عادي. هل جونز خلاص هيلعب هو وماكاليستر وجرافنبرخ، وانا ارجح كده خصوصا ان سوبوسلاي لسه مش ظاهر قوي، فهنشوف. اللي بسطني في الماتش الصراحة هو داروين نونيز يمكن ما راحش بفرص كتير، ولكنه في الملعب كان مهم، سواء في الضغط او في انه يرخم على لعيبة. زي شفنا لقطة كده جابري فيجا راح يعني ينكش في صلاح، ام نونيز رايح ويدافع عنه. كانت لقطة غريبة بس حلوة منه الصراحة. واعتقد الفترة الجاية طالما جوتا مصاب فنونيز هيبقى من العناصر المهمة مع الفريق. ماريسكا اللي عمل ريسك كبير قوي بانه يبدا بريس جيمس ماتش زي ده، يعني الراجل لسه راجع من اصابه طويله، وكمان انت ما لعبتش بباك شمال صريح، انت قمت ناقل جوستو شمال ولعبت عشان تلعب بريس جيمس. تصرف غريب منه الصراحه وريسكي قوي في ماتش زي ده. وكمان انزو كان على الدكه، يمكن انزو كان على الدكه ممكن بسبب التوقف وكده، بس برضه انزو كان ممكن يساعدك جدا في ماتش زي ده بدل لافيا. هو يعني لافيا وكايسيدو حلوين، بس انزو في ماتش زي ده كان هيبقى من العناصر المهمه جدا. بدايه ريس جيمس دي انا مش فاهمها قوي، يمكن هو بيديله الثقه، بس يعني بتديله الثقه في ماتش مش في محله خالص. يعني عندك بعد كده نيوكاسل اديله الثقه عادي وحتى يبقى على ارضك وكده عادي لعبه. انما ماتش زي ده كان صعب قوي صراحه، وخصوصا ان جماهير تشيلسي اتفاجئت كمان ان هو يبدا في ماتش زي ده. وبس ده كان كل كلامنا عن الجولة الثامنة، ومتنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، واشوفكم الحلقات الجاية. ومتنسوش تشوفوا حلقة الفانتسي اللي هتنزل قبل الديدلاين.